السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه محبي الطبخ مع ليلى. كنتمنى هذا الفيديو نتوما كتشاهدوا تكونوا في تمام الصحه والعافيه نتوما وعائلتكم. اليوم ان شاء الله كاقتراح جد سهل للغوتي والفطور الصباح، بسيط اقتصادي، يعني المكونات ديالو موجوده في كل دار، واهم حاجه انه بدون بيض، بدون زبده، وبدون حليب، وبدون دقيق ابيض. بسرعه كيوجد تقريبا 10 ديال الدقائق، ما تجي فين تعمر اتاي تلقايها وجدت، كتجي معلكه وشيشه وكتذوب في الفم. بلا ما نطول عليكم ندوزو المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات، هنايا عندي 2.5 كيسان ديال السميد الخاص بالبغرير او البسبوسه، اولا كديروا الفينو، لكم الاختيار بغيتو ديروا الفينو اولا كديروا السميد. انا درت هنا 2 كيسان ديال السميد ونصف كاس الثاني درتو الفينو. صافي هنايا كندير واحد الحفيره في الوسط، غنضيف هنايا واحد ساشي ديال الفاني ونص معلقه صغيره ديال الملحه. هنايا بغيتو ديروا واحد معلقه كبيره ديال العسل اولا كديروا السكر. بالنسبه لي ما توفرش عندي العسل والسكر، درت معلقه كبيره ديال يعني السكر الناعم او السكر بودره كيف ما نقولوا سكر كلاصي. صافي هنا غنضيف واحد 4 كاس ديال الزيت، كندخلو مزيان في هذيك السميد مزيان حتى كتلبسينا كامله بالزيت. صافي كيف ما شفتوا معايا انا البنات، حيت ما درتش السكر بودره ما غربلتهاش، يعني محنتني شويه، ولكن ماشي مشكل. صافي حتى كنخلط كامل هذاك الزيت كيدخل مع بعضياتو في السميد، وندوزو باقي المكونات كيف ما غادي تشوفوا معايا. صافي هنا بعد ما دخلت هذاك الزيت كامل في السميد، هنا غنضيف 7 غرام او 8 غرام من الخميره الكيميائيه، خميره ديال الحلوى، ونص معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه او خميره المعجونه. هنا غنضيف تقريبا واحد معلقه ونص ديال المربى خاص بالحلوى، حتى 2 معالق. وهنا عندي قطعه ديال جبن مثلث، تقدروا ديروا حتى 2. صافي كندخل مزيان هذيك المكونات، الخميره والفرماج والمربى، حتى كتدخليه كامل. ومن بعد غادي نجمعوهم بكاس ديال الماء بارد عادي غير من الروبيني كيف ما غتشوفوا معايا. صافي هنا بعد ما دخلت المكونات كامل بعضياتهم، هنا غنضيف كاس ديال الماء وكنضيف بشويه بشويه حتى كتجمع لنا العجين كيف ما غتشوفوا معايا. هنايا البنات راه ما كنعجنوش، يعني غير بالرؤوس ديال الاصابع ديالنا كنجمعوا كيف ما غادي تشوفوا معايا. شفتوا معايا ضفت كاس يعني تقريبا كامل كما غادي تشوفوا معايا وانا كنجمع. صافي انا غنكمل كاس ديال الماء. صافي البنات هنا بعد ما كنجمعها غير برؤوس ديال الاصابع كنخليها على جنب تقريبا، كنغطيها وكنخليها واحد 10 ديال الدقائق بما شربت لينا هذاك الماء اللي جمعنا به. صافي باش انا نغطي عليها ونخليها هنا. صافي بعد ما دازت تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، صافي هنا غادي نجمعها وغادي نرش هنايا بالسميد اولا الفينو. انا غادي نضيف الفينو غادي نرش به. ضروري ناخذوا هكا شي مقيله اللي كتكون يعني كتخدموا بها هكا البغرير او لي بانكيك ولا هكا اللي كتكون ما كتلصقش. صافي كنلبسها كامله بداك الفينو او السميد، داك الفائض ديال السميد او الفينو كنحيدو. صافي كنبدا نقاد في الحريشه ديالتنا، كتجي على هذا الشكل هذا كما غادي تشوفوا معايا، يعني حتى كتاخذ الشكل ديالها. ومن بعد كناخذ هكا شي معلقه والظهر ديال المعلقه كنبدا نقاد في يعني في جنيبات ديال الحريشه ديالنا على هذا الشكل هذا كيف ما غادي تشوفوا معايا، باش حتى هذوك التشققات ما كيبقاش. كنقادو من الفوق ومن الجناب. صافي انا بعد ما قرصتها هنا غادي ناخذ معلقه وكنبقى نقاد على هذا الشكل هذا البنات. صافي وكنقاد فيها مزيان وانا كنقرص، كنقاد وكنقرص حتى داك التشققات ما كيبقاوش لينا بعد منك ملي كطيب ما كيبقاوش. صدقوني البنات هاد الوصفه كتجي رائعه بزاف، كتجي معلكه وكيف ما شفتوا معايا اقتصاد، يعني المكونات ديالها تقريبا راه موجودين في كل دار، يعني ما كاينش شي حاجه اللي صعيبه بزاف. يعني راه اهم حاجه انها بلا بيض بلا زبده وبلا حليب، وبسرعه انها كتوجد تقريبا واحد 10 ديال الدقائق راه كتكون موجوده. صافي بلات هنا بعد ما كنقادها كناخذ هكا شويه ديال السميد اولا الفينو من الفوق، كنرشوها من الفوق وكنحاول انني نقادها الملمس ديالها من الفوق باش حتى هذوك الصباع باش قرصنا يعني الايد ديالنا كتبقاش متراسيه في العجين ديالها كيف ما غادي تشوفوا معايا في الاخر. صافي بلات هنا بعد ما كنكملها كامله كناخذ هكا شي مقله هذيك يعني الثقال اللي كنديروا بهم هكا مسمن، كنسخنوك دائما النهار تكون ما بين توسطه حتى المهيله
كنغطيو عليها وكنخليوها طيب على خاطرها. كنشوفوا هكا الجناب ديالها يعني بداو كيتحمروا اولا كتقلبوا هكا، يعني غير كتهزوا هكا من تحت الحريشه ديالكم كتشوفوها بدات كتحمر صافي كتقلبوها. صافي البنات انا درتها كطيب على النار تكون كما قلت لكم هي من المتوسطه حتى المهيله ما تكونش مجهده باش كطيب على خاطر وكتحمر. صافي البنات انا بعد ما تحمرت ليا من تحت هنايا غادي ناخذ شي حاجه شي طبسيل ولا شي حاجه وغادي نقلب فيها كيف ما غادي تشوفوا معايا. صافي هنا غادي نقلبها وناخذ عاوتاني واحد شويه ديال السميد او كيف ما قلت لكم الفينو وكنعاود رشت فيه كنرش المقله ديالتنا غير شويه ماشي بزاف. صافي وكنرجعها طيب. صافي كتحمر وكنزولوها من فوق البوطه. ولكن كيف ما قلت لكم ضروري البنات انها تكون النار يعني ما تكونش مجهده، تكون معتدله يعني من متوسطه حتى المهيله باش كطيب على خاطرها. صافي البنات غنرجعها طيب. انا البنات بتحتاج انكم كتغطيوها غير في الاول. صافي غادي نخليها تحمر وهذا هو الشكل ديالها النهائي البنات. صدقوني راه كتجي رائعه بزاف. نتوما غتشوفوا معايا البنات كيفاش كتجي معلكه بحال الشكل ديال البسبوسه تماما، واخا ما فيها لا حليب لا بيض لا حتى شي حاجه. المهم البنات راه كتجي زوينه بزاف كيف ما كتشوفوا معايا البنات. انا غادي نوريكم الشكل ديالها كيفاش كيجي. شوفوا البنات كيفاش كتجي محمره واهم كتجي لذيذه بزاف وكتجي هشيشه. كيف ما قلت لكم هذاك المربى اللي درنا كتعطي واحد التعليكه، وخصوصا ملي درنا عاوتاني هذاك الفرماج كتجي البنه غزاله بزاف. شوفوا معايا البنات كيفاش كتجي معلكه وكتذوب في الفرن، وهذاك الفرماج اللي درنا فيها كيعطي واحد البنه رائعه بزاف. صدقوني البنات راها كتجي زوينه بزاف. الا وصلتوا حتى للنهايه ديال الفيديو ما تنسوش تخليوا واحد لايك، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل ما هو جديد. خليكم الراحه والفيديو قادم باذن الله تعالى.